بسم الله الرحمن الرحيم. انتشر فيديو المباراة البارحة بين إيران وقطر، والجمهور الإيراني يشتم العرب أجمعين، ما يشتم قطر ولا الإمارات ولا السعودية، بتقول يعني ممكن تنافس، يمكن يشتمون العرب ولا أنا كلمة. الفيديو هذا فيه كلمات ما تنقال، قبيحة جدا من شعب وحكومة قبيحة مثل هذا النظام الملالي في إيران، والجمهور يردد، ولا تقولون تصرف فردي، هذا عدد بالآلاف يرددون هذه الجمل وهذه الكلمات. أنا ودي أسأل بعض التساؤلات ونشوف. نحن يعني تحترق أعصابنا من سنوات، وإيدنا على قلوبنا من سنوات، أنا أتكلم عن كل الوفود الخليجية، ما أقول الإمارات ولا قطر ولا السعودية ولا البحرين، أنا أقول كل العرب، وبالذات العرب الخليجيين اللي موقفهم واضح مع إيران، مو متبطحين لإيران. التمييز العنصري يرددونه، الشعارات الدينية الطائفية يرفعونها في لوحات كبيرة ومخرجينهم يطلعونها، أعلام بلداننا حرقوها، صور قادتنا استهزأوا فيها. شو باقي نسكت عنه؟ شو باقي؟ اليوم اتحاداتنا الطالع، اتحاد الإمارات، اتحاد قطر، اتحاد السعودية، اتحاد البحرين، اتحاد عمان، اتحاد الكويت، كلهم مثل بعض، كلهم يطالعون، ولا واحد يحترق دمه يعني مثلنا. ما في أي ردة فعل، ما في أي تصرف، ما في بيان، ما في أي كلمة، ما في أي شيء، ما حركوا ساكن. يعني الشريط هذا بس لو تاخذه مع مستشار قانوني مثل 3-4 دول خليجية، يروح للفيفا، طب الاتحاد الآسيوي، هذا اتحاد الرخوم، هذا ما منه فايدة، زين، وروحوا على الفيفا ضد التمييز والعنصرية، أقسم بالله تتوقف إيران في الساعة، في لحظتها. بس ليش ما يتكلمون؟ ليش ما يتحركون؟ هل صدر بيان من الاتحاد القطري يدين هذا الكلام؟ الاتحادات الخليجية هل صدر منها شيء يدين هذا الكلام ويدين هذه التصرفات؟ يا جماعة يسبون العرب كلمات أقسم بالله تستحي تسمعها. في حد تحرك؟ أقسم بالله يزينكم بينكم والبين. أنا أقول الله يرحم أيام فيصل بن فهد والشهيد فهد الأحمد وحمدان بن زايد، قسما بالله ما كانوا يقدرون يمررون الرسالة الإيرانيين، كانوا قسما بالله بيقلعونهم من آسيا مثل ما قلعوا إسرائيل قبل. يلا اسمعوا وكلوا غيرها. أي شيء في ملعب الزادي، تبغي عبارات طائفية موجودة، تبغي إهانات للعرب موجودة، تبغي سوء تنظيم موجود، تبغي النقل التلفزيوني. أنا ودي أقول كلمة وتوصل. شوفوا، شئنا أم أبينا، نحن في حالة حرب مع إيران في كل مكان، اقتصاديا، عسكريا، أقول اللي بتقوله، ثقافيا، إعلاميا. لكن أنا ودي اللي أقوله إعلاميا في شغلة معينة. شفتوا المباراة، كلنا متابعينها. المخرج الإيراني، لأن إيران تتحكم بكل شيء، شوفوا هالنقطة وركزوا فيها. المخرج الإيراني قطع البث عن الملعب، حولها على الكاميرا في المدرجات، حلو، عشان ما تكون في أي إدانة لإيران في مسألة تنظيمها. شوف كيف يتعاونون. بوضح لكم شيء بعد. الآن أرجع لكم من بعيد بحكم عملي في الإعلام ومتابعتي للحقوق التلفزيونية. الحقوق هذه تملكها قنوات الجزيرة، حلو، مثلا تملك الحقوق في الميدل إيست، في الشرق الأوسط، هي تملك الأمر في البيع أو عدم البيع، تمام؟ أشرح لكم بعد. الجزيرة اليوم مثلا بتنقل البين سبورت، بتنقل أي مباراة في الإمارات، حلو، لها كل الأعراف والقوانين اللي تضمن عقدها مع الاتحاد الآسيوي، بمعنى أنها تبغى تتعاقد مع الشركة A أو الشركة B في نقل هذه المباراة. هذه دول مثل الإمارات والسعودية وهذه تحفظ لك حقوقك، لكن إيران تجبرك على مخرجينها وعلى عربات نقلها. أوكي؟ دولنا تحمي القانون، سنت القوانين وتحمي القانون لكل مستثمر وكل. أنت لما راح تتعامل مع إيران يفرضون عليك، ما راح تدخل لك عربة نقل الملعب، ما راح تبيع لي بهالسعر،
شايفين التصرفات؟ هذه ضد الجزيرة وضد حقوقها، ومع ذلك تحظى إيران بالحظوة كاملة. بمعنى أصح، إيران تدافع عن نفسها بالتخلف، ونحن نضر أنفسنا بالتقدم واحترام القوانين. يعني لو تروح الحين مباراة في السعودية ولا في الإمارات، بتحصل مخرجها عالمي، عربات النقل مواصفات معينة، إيران ينقلوا لك على كيفهم بالسعر اللي يبونه. دولة سطو حقيقية. ليش ما يمنع عنها البث؟ أنا ما أدري، ودولنا يمنع عنها البث. لا تتهمون مخرجينا، لأن مخرجينا متعلمين صح. هو ينقل الصورة للمشاهد، حدث شغف في الملعب نقلها، حدثت لقطة في الملعب نقلها. هذا شغل الإعلامي الحقيقي، ينقل الصورة، مو بيكذب على الناس. في إيران لا، عصابة، عرفتوا؟ فلا تحملونها مخرجينا أمانتهم عالية.